الفيديو ده من الفيديوهات اللي انتوا بتعشقوها جدا جدا وبتطلبوها مني كتير. الفيديو ده فعلا هو اللي هينطق بالجمال. زي ما انتوا شايفين احنا عند علاء خيري في الوكالة اللي قدام ايه، بصوا كده، قدام متحف المركبات الملكية. طب جنب ايه؟ جنب مترو ماسبيرو، يعتبر مترو ماسبيرو قدامه بالظبط. خلاص كده وصلتي عند علاء خيري، تمام. جايبه لكم النهارده بقى شويه دريسات عند علاء خيري، حدوته زي ما انتوا شايفين. الواحد منهم عامل 50 جنيه بس. ايه ده عامل 50؟ اه والله العظيم عامل 50. شفتوا؟ فاكرين لما جبت لكم فيديو الدريسات من عنده الاسبوع اللي فات وكان الدريس ده ب100 جنيه؟ نزل بقى 50 جنيه بس. وحاجات موديلات زي ما انتوا شايفين كده، تستاهل ان انتوا تروحوا تخطفوها، مش تروحوا تتفرجوا، تروحوا تخطفوها كده خطف. طبعا اللي عارف علاء خيري وراح اشترى من عند علاء خيري، في متابعات كتير برضو راحت اشترت من عنده حاجات. وبرضو رحت هناك لقيتهم سايبين لي رسائل الصراحة، تمام، بيقولوا لي متابعاتك اتبسطوا جدا وجم خدوا الحاجة وكانوا مبسوطين قوي من الحاجة وكلام من ده. كلام من اللي يرفع كده الروح المعنوية كده ويدي 1000 طاقة إيجابية كده في اليوم، تمام. بغض النظر بقى عن التعليقات السلبية السخيفة، هو الحمد لله ما بيجيليش تعليقات سلبية بقالي كتير قوي. هي تعليق واحد اللي جالي وقلت عليه في الفيديو اللي فات، تمام. حد كده سخيف منه لله، اسمه ايمن سيد، انا بقولها اهو في كل فيديو، تمام. انا كده كده عملت له بلوك. اول فيديو، اول تعليق كتبه كاتب شيرين الدلالة، واخدين بالكم؟ بصوا يعني، بصوا الكلمة. ف انا اسفة جدا، انا هقول في كل فيديو بس كده فيديوهين 3 علشان يعرف نفسه وبعد كده يحترم نفسه مع القنوات التانية. انا كده كده عملت له بلوك علشان ما يسقش لحد تاني، لان ده عيب. وبعدين كتب حاجات تانية، قعد يقول لي انت قريبة ابو رمضان والكلام ده، يعني عارفين كلام سخيف. الله يسهل له، بس منه لله انا دعيت عليه بعدد شعر راسي النهارده. بصوا، شايفين بقى الدريسات وجمالها؟ 50 جنيه بس. علاء خيري بيضحي بيضحي. المفروض اكتب على الفيديو ده كده: علاء خيري بيضحي وباع الدريس ب50 جنيه بس، زي ما انتوا شايفين. لكن طبعا مع الحاجات السلبية في حاجات إيجابية كتير. يعني لما يجيلي كل 6 شهور تعليق سلبي، لا خلاص اتغاضى عنه خالص وارميه في سابع باسكت زبالة، ارميه كده في سابع باسكت. لكن احترامي وكل تقديري للناس اللي بتعلق تعليقات بترفع بيا سابع سما، حقيقي ربنا يجعل دعواتي من نصيبكم. والله العظيم بدعي لكم من قلبي، لان فعلا انتوا اللي بتدوني 1000 طاقة ايجابية في اليوم، والله بجد. كلامكم على راسي من فوق. المتابعات الجدد اللي نوروا قناتي ربنا يبارك لكم، وان شاء الله مش هتندموا خالص خالص ان انتوا انضميتوا لقنواتي المتواضعة. وبالنسبة للمتابعات اللي لسه داخلة القناة دلوقتي وما عندهاش فكرة عن قناتي، انا اعرفك بنفسي، انا شيرين كمال، ودي قناة واحدة من قنواتي. أنا عندي قنوات 3 هم نفس شفتي اللي فات ده كان قمر ازاي؟ بصوا، ده دريس سواريه على فكرة، تمام. دي قناة واحدة من قنواتي، والقناتين التانيين بسيبهم لك في أول تعليق مثبت، اللينكات بتاعتهم نفس المحتوى. بجيب لك أسرار وخبايا وكل حاجة عن تخص الوكالة هتلاقيها في قنواتي ال3 بإذن الله، تمام. زي ما انتوا شايفين الحاجة بتتكلم من جمالها. هي بس معظمها قصير، تمام. في ناس بتلبس الحاجات دي على بنطلون ليجن، ايا كان انتوا كل واحد وذوقه. بس انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده لان السعر عجبني والكوليكشن عجبني. بصوا دي واسعة جدا، يلبس لغاية 90 كيلو، واسع جدا ده الدرس ده. انا بشوف ستات وبنات لابسينه على بنطلون ليجن، تمام. علشان كده قصدت اعمل لكم الفيديو، لان بجد انتوا تستاهلوا الفيديو الجميل ده. وكمان احلى حاجة بقى اللي بيميز علاء خيري ان هو جنب المترو. يعني اللي هينزل من المترو هيلاقي المتحف الملكي هو قدامه بالظبط. وانا كده كده عامله كذا فيديو على قنواتي ازاي تروحي لعلاء خيري برضو. لو عايزه توصلي له اكتبي كده في السيرش
ازاي توصلي عند علاء خيري؟ هتلاقي الفيديو على طول طلع لك من قناه من قنواتي يعني. شفتوا المخطط ده بقى؟ بصوا بصوا قمر ازاي، شايفين؟ فبصوا زي ما انتوا شايفين في مقاسات واسعه وفي مقاسات سمول وميديوم وكل حاجه، كل حاجه هتلاقوها المقاسات اللي يناسبكم كله هتلاقوه في الفيديو ده. ده على فكره ستاند واحد، في ستاند تاني جنبيه كده الناحيه التانيه. هو كان عنده الصراحه ستاندين مليانين على عينهم درسات زي ما انتوا شايفين قمر كده. انا هروح دلوقتي عند الستاند التاني وهوريكم منه برضو كذا قطعه. قد ايه هتتبسطوا جدا من الكوليكشن ده لو رحتوا كده واستفدتوا بحتتين تلاتة. بجد بجد من الروائع. بصوا قصدت اقرب ازاي على القماش بتاع الدرس ده علشان عجبني انا جدا. القماشه بتاعته لينه وجميله وشكله شيك قوي. هنا بقى هروح عند الستاند التاني، تمام، علشان برضو احب اوريهولك. بصوا الدرس ده برضو عجبني قوي وعجبني قماشته جدا، ملس كده عامل زي الفيزون. بصوا انا رايحه اهو عند الستاند التاني ونفس السعر، بصوا 50 جنيه. بصوا قد ايه جميل الدرس ده سواريه والله، ده تروحي بيه فرح على بنطلون. بصي شايفين الجمال؟ حاجه عظمه والله العظيم، حاجه حلوه قوي. لو انتي بقى اول مره بتشوفي وقناتي كده بقى عدت عليكي كده بالصدفه، ما تنسيش تدوسي اشتراك وتدوسي على الجرس وتدوسي على الكل علشان يوصلك كل جديد من الروائع اللي انا بجيبها لك دي من الوكاله. وكمان ما تنسيش انا بسيب لك رقم الشخص تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، وكمان هتلاقي لينكات قنواتي تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، عشان لو عايزه تنوري قنواتي كلها على راسي من فوق. زي ما انتوا شايفين كده حاجات في منتهى الروعة. بصوا شايفين ده من بقايا الحتة اللي فاتت دي، وحتة تانية هتشوفوها دلوقتي من بقايا الفيديو اللي فات اللي كان ب100. الدريسات دي يا بنات ايوه كانت ب100 جنيه. واللي اتفرج على فيديو الدريسات اللي عند علاء خيري المرة اللي فاتت، بصوا ده كمان كان موجود برضو. الدريس ده كات على فكرة كده، تمام، هيعرف ان ايوه في كام حتة كده كانوا في الفيديو اللي فات حقيقي. شفتوا ده عامل ازاي؟ جميل والله، جميل قوي وبوست كده وحلو قوي. الله على ده، الله على ده. بصوا بصوا الجمال، شيك جدا جدا جدا. شايفين؟ بجد كنوز وروائع عند علاء خيري بجد. اللي هيروح مش هيندم خالص، وهيرجع يقول لي فعلا حاجته جميله. ولا ملابس الاطفال عنده برخص التراب يا بنات، وحاجات كلها ماركات وبراندات، تمام. زي ما اتفقنا علاء خيري قدام متحف المركبات الملكية. فين المتحف ده؟ في شارع 26 يوليو. اللي هيجي من ناحية الكورنيش يا بنات هيدخل شارع 26 يوليو هيسأل على المتحف اهو علاء خيري قدامه، تمام. مثلا لاقيه استندات كتير ومش عارفة مين فيهم علاء خيري، اسألي، معروف جدا. طب انا بتكسف اسأل، كلميه، انت فين؟ انا عايزه اجيلك بس مكسوفه مين فيهم علاء خيري. هتلاقيه بيشاور لك، يعني هو قدام المتحف بالظبط، تمام تمام. واحنا في اخر الفيديو اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم يا رب، ودايما خفيفه على قلوبكم. لو بتعجبكم ما تنسوش اختكم بقى شيروا فيديوهاتي يا بنات عشان الكل يستفيد. انا عايزه اوصل فيديوهاتي دي لمصر كلها ومحافظات مصر كلها، علشان البنات اللي عايزه تعمل مشاريع ان شاء الله ربنا يفتحها علينا وعليكم يا رب، وتقدروا تستفيدوا من الفيديوهات دي. ما تبقاش فيديوهات وبس، انا احب قناتي تبقى هادفه مش قناه بتعدي كده وبس. ان شاء الله ننفع بعض باذن الله دايما يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.